نادي الشعلة بجانب الكابتن ربيع السفياني. كابتن ربيع نقول لك ألف مبروك، 3 نقاط يعني جت بقوة بصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله توفيق من الله، وبارك للجمهور الفتحاوي صراحة. والمباراة كانت صعبة جدا مع فريق الشعلة خاصة على أرضه. الفريق كان متطور، كان فايز علينا يمكن لأن الشوط الأول، والحمد لله يعني قدرنا الشوط الثاني نجيب النتيجة. الشوط الأول ما كان الفتح بالفورمة عكس الشوط الثاني. الشوط الثاني بدأ ينوع من الهجمات، بدأت تغيرت صورة الفتح. كنا في الفورمة بس هم استغلوا يمكن خطأين فردية يعني واضحة يعني، وجابوا لنا هدفين مع أن كنا ضاغطين يمكن الشوط الأول، وتوفقوا يعني في الهدفين. والشوط الثاني ركزنا في نص الشوطين وتكلمنا مع المدرب وعدلنا أخطائنا وجبنا النتيجة في آخر مباراة. رغم الفوز ربيع اليوم الفتح مش الفتح اللي كان قدام النصر وكان قدام الهلال. الكابتن فتح الجبال قبل المباراة قال أنا أخاف من المواجهات اللي تجي بعد فترة توقف، خصوصا فترة رمضان، تغير في الأكل، تغير وقت النوم. أثر عليكم؟ والله أثر علينا كثير صراحة، وأن خاصة نعاني دائما مع بداية بعد التوقف، يعني المباريات تكون صعبة خاصة مع فريق الشعلة اللي تو صاعد ومتطور ويبغى انه يثبت نفسه في دوري زين. وان اهم شيء انه في اخر مباراة جبنا النتيجة يعني، وهذا اللي كنا ندوره في المباراة. بس الفتح قادم بقوة للمنافسة. يمكن البعض يقول يمكن الموسم هذا راح يكون افضل مواسم الفتح الستة اللي قضاها في دوري زين، لان زي ما يشوفون الكل يعني من موسم لموسم قاعدين نتطور، نفس المجموعة نفس المدير الفني نفس ذي اشياء تقدر تخلي اللاعب يركز اكثر صراحة، بدل ان كل موسم يجي مدرب يغير تكتيكه يغير خطته. فاحنا قاعدين 6 سنوات نفس المدرب ونفس التكتيك، وهذا اللي مخلينا مستمرين في دوري زين. شكرا كابتن ربيع، شكرا، الله مبروك. الله يعطيك العافية. شكرا. نشكر الكابتن ربيع الموسى على هذا اللقاء، من قبله بالتاكيد الكابتن برج معوضه والكابتن حسن الطير وبدر النخل. نتواصل معكم متابعين الرياضية السعودية.